والعجب أن يبحث إنسان عن السعادة عند غير خالقها. أحمق إنسان على كوكب الأرض هو الذي يريد أن يسعد مع أن خالق السعادة لم يرضى بعد. ووالله إن أسعدنا لا أكثرنا مالا. انظروا في حياة البعض لم يتجاوز الابتدائية، البعض بالكاد يقرأ ويكتب، البعض سيارته منذ 30 سنة صنعت، شقته لا تتجاوز 80 مترا، صدره أوسع من المنطقة الشرقية، وآخر سيارته 2015، وزوجته يغبطه الناس لجمالها ولثقافتها، أبناؤه في مدارس سما يسمونها تتحدث اللغات، الرصيد أصفاره 6، ولكن صدره أضيق من ثقب الإبرة. من عدل الله أنه ما أعطى السعادة لعبد حاد عن طريقه جل وعلا. أقسم بجلال الله الذي رفع سبعا بلا عمد ترونها وبسط الأرض ونصب الجبال فوقها. أقسم بنور السماوات والأرض لا يسعد عبد عصى خالق السماء. بل إن طبيبا وأنا عضو في جمعية الطب النفسي، طبيب يقول لي يا شيخ 35 من أطباء النفس يعانون الاكتئاب، وهو يعالج الاكتئاب. البعض منا أحبابي قرأ وحفظ ودرس وتحدث اللغات، لكن فيه لغة جميلة للسعادة ما بعد تعرف عليها، وهناك مقطوعة جميلة ما ابتدأ يقرأها. ولذلك أسعد الخلق على وجه الأرض أقربهم لرب السماوات والأرض. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة